الجوية هي أحد عناصر تمهيد النيراني للقوات المسلحة. كان لازم أقول لك نطلع بأعداد كبيرة. المهم أنت عاوز إيه من الضربة؟ الكرسي مش شغال. اتكلم عن مين ولا اتكلم عن مين من بتوع القوات المسلحه؟ قواتنا الجويه بالضربه الاولى افقدت اسرائيل توازنها واصبحت حربنا تسمى حرب ب6 ساعات. في 6 ساعات واقل فقدت القوات الاسرائيليه توازنها كاملا. لابد ان نعترف بالجداره والاداء اللي قامت فيه قواتنا الجويه في الضربه الاولى ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع. الضربة الجوية كانت لازمة علشان تدي الفرصة لقواتنا انها تعبر القناة في امان من غير تدخل العدو الجوي اللي كان متفوق علينا او المتفوق علينا. الهدف من الضربة الجوية احراز السيطرة الجوية المحلية فوق مسرح عمليات قواتنا. في افتتاحية اي عمل عسكري رئيسي وعلى كلمة رئيس النشمة للبابا سواء كان عرضا او عمقا يحتاج لعمل جوي رئيسي يكون افتتاحية للحرب يمكن القوات البرية او البحرية من تنفيذ مهامها الاولية. المهم انت عاوز ايه من الضربة؟ هل هي ضربة شاملة تضرب له عمق الدولة كله وتحرز السيادة على المسرح الجوي، ولا تحضر السيطرة محلية وفي منطقة معينة؟ فكان لازم أقول لك نطلع بأعداد كبيرة. وطبعا زي ما قلت لك احنا مدنيين لجمصر الساعة 2 الظهر، يعني دي لم تحدث في التاريخ. دايما سلاح الطيران يبدأ أول ضوء أو آخر ضوء. أول ضوء لو هو قوي يبقى يضرب في الأول ويتسلى بقى على العدو بتاعه لأنه قوي طول النهار، او انه ضعيف يضرب اخر ضوء ويستخبى بالليل. انما حكايه 2 الظهر دي لم تحدث. ازيك يا جواهرجي؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، قائد القوات عندي في المكتب. حاضر يا فندم، حاضر. تحت امر سيادتك. حاضر يا فندم، مع السلامه. تعرفين مركز القيادة والسيطرة الإسرائيلي في سيناء؟ ايوه يا فندم طبعا، في ممرجم. انا لسه شايف صور الاستطلاع الجديده بتاعته. بعد بكرة بإذن الله قواتنا الجوية هتقوم بعمل هجومي كبير ضد العدو في سيناء. وبعد الهجوم الجوي المدفعية هتضرب بطول الجبهة، وبعدها يبدأ عبور المشاة. سيادتك بتتكلم عن الحرب اللي مستنينا من 6 سنين؟ يا دين النبي، لما انت كريم يا رب. انت تعرف أهمية مركز القيادة والسيطرة ده إيه؟ ايوه طبعا يا فندم. تدميره مهم جدا علشان يعطل عقل الإسرائيليين عن التدخل ضد طياراتنا أو قواتنا اللي بتعبر. طول ما هو موجود طياراتنا اللي رايحة تضرب أهدافها هتكون في خطر، وقواتنا اللي بتعبر هتكون معرضة للضرب بشدة. طبعا يا فندم، شل قوات العدو في الساعات الأولى من المعركة شيء مفروغ منه عسكريا. علشان كده انت هتطلع وتضربه قبل ما القوات الجوية تعبر خط القناة. حاضر يا فندم. ما ترجعش تقول لي انك فشلت في تدميره، لان ببساطه هقول لك خد صاروخين تانيين واطلع اضربه تاني. وقتها الظروف محدش هيعرفها الا ربنا. بس انا مش هسمح لك بالفشل في تدميره. الهدف ده موضوع حياه او موت للقوات الجويه والقوات المسلحه كلها بطول الجبهه. بكره شوف قرارك وتعدي عليا في القياده انا اشك فيه. حاضر يا فندم. وخلي بالك السريه عامل حاسم جدا، محدش يعرف اي حاجه عن اللي كلمتك فيه. طب يا فندم لو قائد السرب سالني؟ قول له انا جاي اطمن على والدك اللي هو الجواهرجي ووصل له رساله من الرئيس. منتظرك بكره. ايوه يا ابني، حولني على قائد قاعده الماظر. ايوه يا محمد، انا مسافر بكره ليبيا على العصر كده. هفطر هناك واحتمال ارجع قرب الفجر. جهز لي الطياره من الظهر.
هو جالي تليفون من اللي هو حسني، كان يوم جمعة وكان النادي الأهلي بيلعب وأنا أهلاوي يعني. فرحنا معرفش كان الساعة كام، 11 12 ففوجئنا بإنه بيقول خلاص بكرة ميعاد بدء الحرب، وساعة سين خلاص اتحددت ساعة 1400. ده آخر كلام يا فندم، ولا زي كل مرة هتقول المهمة اتلغت؟ مفيش إلغاء بإذن الله، بس لو العدو شم خبر بموعد بدء الحرب هيوجه لنا ضربة إجهاض ويضرب مطاراتنا. ده معناه يا فندم إن طياراتنا ممكن تنضرب وهي على الممر ومتحملة بالقنابل، ده هيعجزنا تماما. عندك حل تاني يا تحسين؟ علشان كده بقول لكم السرية مهمة جدا. الأهداف زي ما هي يا جماعة، مش تغيير. مين هيقود تشكيل السخوة يا فاروق؟ بقول مين اللي هيقود تشكيل السخوة يا فاروق؟ سيادتك عارف إن أنا قائد اليوم، ومش هسيب الولاد يطلعوا يضربوا لوحدهم، وهكون أول واحد طالع من على الممر. مش قلت لكم؟ فاروق عريش مش هيفوت الطلعة دي؟ بعد كده بقت قرينا الفتحة ودخل فقال لي حسن تعالى لي قبل ما اخرج. فروح ورا المكتب قال لي ساعة سي بكرة الساعة 2. قلت له ايوه. قال لي من أول ما هو الساعة 2 ممكن يحصل حاجة. ممكن. قال لي إذا حصل حاجة هتطلع باللواء بتاعك كأهداف غير الأهداف بتاعت العمليات، تطلع تضرب أهداف هتتحدد لك في حينه من شغل العمليات بالكميات اللي هتحدد لك بيها، بخطوط السير اللي هتحدد لك بيها. حد يصدق ان ده خروج الجمهورية؟ بص انا اعرف عاطف السيد من سنتين، راجل حته سكر. طب مش بيروح بيته من هنا ياكل ايه؟ طالما اخوه رئيس الجمهوريه ده بيته قريب مش بعيد يعني. انا هقول لك على حاجه، هنا ولا حد حاسس ان هو اخو رئيس الجمهوريه ولا حد بيعامله على انه اخو رئيس الجمهوريه. هنا هو زيه زي اصغر قائد في السر، وبيطلع طلعات كمان اكتر من اصغر طيار في السر. على فكره القائد بيشكر فيه قوي في شجاعته. يا حسين خلص، لازم اودي الخطه لقائد القوات الليله دي. يا فندم انت مستعجل ليه؟ ما انا قلت لك قائد القوات عامل لنا اختبار ضمن المشروع التعبوي اللي شغال، عايز يعرف سرعتنا في اتخاذ القرار ورد الفعل ازاي. سلام يا فندم، لو الخطه دي تنفذ بجد انا زهقت من التدريب والتخطيط، وكل ما اقول الحرب قربت تطلع تدريب. مين عارف، مش يمكن الحرب تبقى بكره فعلا. زي كل مره. على العموم انا حضرت لك مسار العوده، تقدر حضرتك تشوفه بنفسك. على بركه الله. والله بس الحق قائد القوات في القياده. دلوقتي انا عايزك تروح تفتح بقى اليوم، بكره الصبح ان شاء الله عندنا طيران. إنها ضرب جميع الأهداف المخططة للقوات النووية في سيناء، الدفاع الجوي بالكامل، القوات المتمركزة في سيناء بالكامل، النقط الحصينة كلها، الاحتياط التعبوي اللي كان بيمد القوات من خلف القوات. احنا عملنا لجميع الأهداف، عملنا لها ماكيتات، وعملنا لها صور جوية كاملة، وعملنا غرف معلومات في المطارات علشان الطيارين يطلعوا على كل ما يختص بالاهداف الجويه. كتاب صواريخ وفي مطارات قريبه وفي محطات مش عارف ايه، محطات قياده، مراكز قياده لازم تنضرب، لان من اهم الحتت في الجيش مركز القياده. التخطيط لم يكن سهلا باي حال من الاحوال نتيجه الفرق الكبير في التكنولوجيا والاسلحه اللي استخدمها العدو الاسرائيلي وما تمتلكه القوات المسلحه المصريه وخاصه في مجال القوات الجويه. وبالتالي حشد 200 طياره، لان كل ليه حسابات، الهدف ده محتاج كام طياره، الهدف ده كام محتاج، بتجمع بتلاقي انهم بيخشوا في 200 طياره. في حقيقه الامر كل واحد كان معاه خرائطه والاهداف دي كانت محفوظه، يعني كل واحد عارف الهدف بتاعه، موقع صواريخ، اذا كان موقع مركز القياده، وعارف اتمرنا عليه طبعا كتير الفتره اللي قبلها بسنتين في منطقه التكتيك، نفس الاهداف المشابهه. احنا كنا مستعدين
عاملين بخطه معينه بمظلات جويه في مفاتيح الدلتا بالكامل وخطوط اقتراب العدو سواء من الشمال او من الجنوب او من الجنوب الشرقي. فكان في مخططنا وضع مظلات تقوم بصد هذه الهجمات الجويه من اي اتجاه. كان هناك تنسيق عام قبل الحرب قام به العراق، ارسل وفد برئاسه نائب رئيس الجمهوريه العراقيه انذاك كان سطلان اسير مع وفد كبير زار مصر في مارس 1972 وابدى استعداده التام بمشاركه كل الجيش العراقي في هذا العام. بعد شهرين زار سعد الدين شاب العراق واطلع بشكل كامل على الواقع السياسي العسكري بشكل كامل، وتم الاتفاق في حينما على ارسال سربين من طائرات الهنتر، اختيار الهنتر بشكل خاص، فتم القرار على ارسال هذه الطائرات. وفعلا بعد انذار رئيس الاركان العراقي شنشل، هذا الجبار شنشل، مصر واتفقوا انه هذه الطائرات تصل مصر في نيسان ابريل 1973. حرب 73 ما ابتدتش في يوم سنه 73، ابتدت يوم 10 يونيو سنه 67. ايه الاخبار؟ جهزت خطتك يا جواهرجي؟ تمام يا فندم. ناقص تصديق سيادتك. اقعد. قلت لحد على اللي قلته لك؟ خالص يا فندم، انا التزمت تعليمات سيادتك بالظبط، وقعت السريه التامه. قائد السرب نفسه ما يعرفش اي حاجه. لا انا قلت له على مهمتك النهارده. ايه المسار اللي انت عامله ده؟ بعد الاقلاع يا فندم هطير على ارتفاع منخفض 100 متر واتجه ل 090 اتجاه الهدف. لا طبعا، انت هتطلع في اتجاه تبت ضرب النار في وادي النطرون علشان لو اترصدت بدري يكون شكلك انك طالع تدريب، وبعد ما توصل هناك تعدل مسارك لاتجاه 090 في اتجاه ممرجم وعلى ارتفاع 100 متر بالكتير، وعند النقطة المناسبة تطلع لارتفاع الضرب زي ما انت عامله هنا، تضرب وترجع تاني لارتفاع 100 متر وبعدين ترجع على المطار. هتضرب من ارتفاع كام وسرعتك كام؟ 4 كيلو يا فندم، والسرعه من 400 ل 450. ما اقدرش اطير بسرعه اكبر من كده عشان تعليمات ضرب الصواريخ زي ما سيادتك عارف. هتضرب من مدى قد ايه؟ من 100 ل 120 كيلو، يعني تقريبا هكون فوق الزقازيق وانا بضرب. وعارف هتظهر على الرادار الاسرائيلي مدة قد ايه؟ عارف يا فندم، من 10 ل 12 دقيقة. من ساعة التسلق فوق القاهرة لحد موعد الضرب هكون عامل زي الصرصار على كل الشاشات الإسرائيلية، وراداراتهم شايفاني بوضوح تام. تقديرك محتاج كام صاروخ علشان تدمير الهدف؟ 4 صواريخ على الأقل. الموقع محاط بمدفعية مضادة للطائرات، ممكن تصيب صاروخين، وصاروخين يقدروا يعدوا ويفرموا الهدف. وعشان كده سيادتك أنا خططت إن إحنا نبقى طيارتين، كل طيارة صاروخين ونضرب في نفس الوقت. مين طقم الطيارة التانية؟ الرائد محمد طموم والطقم بتاعه. ناقصك حاجة لضمان نجاح المهمة؟ أنت عارف إني مش هقبل الفشل. عارف يا فندم. لا مش ناقصنا أي حاجة، بس أنا محتاج أعرف نقطة التقابل مع طائرات الحماية الميج 21. أنت طالع لوحدك، مفيش معاك حماية. يا فندم إحنا هنظهر على الرادار الإسرائيلي مدة ما تقلش عن 12 دقيقة، وده وقت كفاية يطلعوا لنا فانتوم العريش تضربنا فوق القناة قبل ما نبدأ الرجوع. وحسب تقديرات الملاحة إحنا هنقعد 5 دقايق على الأقل داخل مدى موقعين هوك إسرائيلي. وحضرتك عارف موقعين هوك يعني 18 صاروخ متنشئين علينا لمدة 5 دقايق كاملين. وزي ما بيقولوا الامريكان احنا كده هنبقى سيتنج داك بالنسبه لهم، ونسبه الاصابه في الوضع ده 100%. ما عنديش مقاتلات حمايه ليك، كل اللي عندي في القوات الجويه بستخدمه لمهام تانية. طيب يا فندم، انا كده على احسن تقدير هرجع مصاب واضطر اعمل هبوط اضطراري، وده ممكن يعطل ممر. مش مقبول ان اعطل ممر اي مطار في اول ساعات الحرب. طب هنزل فين يا فندم؟ انزل في القاهره الدولي، لو اتعطل الممر مش مهم ومش هيأثر على العمليات لأننا مش هنستخدمه في حاجة. حاضر. في أي أمر ثانية؟ لو نزلت في مطار القاهرة الدولي مش هقدر أأمنك، والدفاع الجوي بتاعنا ممكن يضرب عليك. نعم يا فندم. تأمين القاهرة حيوي جدا، ومش داخل في الخطة أي تحركات جوية فوقها، وهنقفل المطار الساعة 1. فالأحسن تطير على ارتفاع 50 متر أو أقل علشان تعدي من دفاع جوي القاهرة وتنزل في المطار. بالتوفيق يا جواهرجي.
جوهرجي، البلد كلها معتمدة عليك. تمام يا فندم. طاير بطيارة طولها 32 متر، شايلة صاروخين كل صاروخ فيهم قد الميج 15، وظهر لهم على الرادار ده كله، ومش معايا طيارة للحماية، وفي الآخر يقول لي احتمال الدفاع الجوي المصري يضرب عليك. الله يعين. بس إن شاء الله هنسوي المركز ده بالرصيف. إيه يعني؟ هي موتة ولا أكتر؟ كنت مقدم على اجازه صبح 24 ساعه؟ تمام يا فندم. طيب انا صدقت لك عليها. شكرا يا فندم. خد معاك الظرف ده، ما تفتحوش غير بكره الساعه 10 الصبح. تمام يا فندم. دي مهمه هتعملها وانت راجع المطار، بس ضروري ما يتفتحش غير الساعه 10 الصبح. دي تعليمات القياده، فاهم يا صبحي؟ تمام يا فندم. شكرا على كده. مرحبا يا فايتر، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. ايه مش ناويين تناموا؟ نخلص 10 الطاوله دي ونصحى ونقوم على طول. يعني انت بتصوم قوي يا اخويا؟ ما انت من ساعه فتوى الشيخ الازهر دي وانت مش راحل نفسك لا قهوه ولا سجاير. فتوى ولا مش فتوى؟ انا مكمل بكره صيام، بس اوعى حد يقول للكوماندر عشان يخليني على الارض، وانا عايز اشارك في الطيران بكره. يعني نفطر رمضان وكمان ما نحاربش، يبقى لازمته ايه؟ عشان حبه تدريبات ممله ومقرره ومعاده نفطر؟ لا يا عم افتح الله نكمل صيام بكره. تصبحوا على خير. انا عندنا طيران بكره وانا عايز اكون جاهز لبكره. انت حد ما تعرفش ايه؟ لما اتعرض على الرئيس السادات المعلومات عن القوة القتالية الجوية الإسرائيلية والمصرية، فكان هذه القوة لا تسمح بقيام ضربة جوية زي ما قلت، لابد ان احنا نكون اكثر منهم عددا وقوة، فكانت النسبة هم 3 واحنا 1. اتعرض عليه المعلومات عشان ياخد قرار بالضربة الجوية، فكان قرار صعب، فكان هو عامل في حسابه او حاطط في قراره ان لابد من ضربة جوية تسبق هذه الحرب. فقال لهم انتوا حسبتوا الطيارات وما حسبتوش طيارين، انا عندي ابن الطيار ب10 من الطيارين الاسرائيليين. يعني لما يتقال لك كده وانت في السن الصغير ده وشاب عندك الاجريسيفنس عاليه، تعمل ايه؟ هتبقى ب20 مش بعرف. ضمن التدريبات كانت ممنوعه علينا قبل 5 يوليو الطيران الواطي قوي، يعني بعد 5 يونيو وايام حرب الزفاف حتى كانوا رئيس شرطتين كان لواء عبد العزيز بدر كان بيطلب مني ساعات طيران واطي بحيث ابقى على ارتفاع من 50 سم الى متر من الارض. ده لا فاكر كويس قوي في طلعه طلعتها من المنصوره للضبعه ارتفاع متر من على الارض لغايه الضبعه، وبعدين كنت معايا قنبلتين رميتهم في البحر في الضبعه ورجعت تاني برضه على ارتفاع منخفض جدا برضه كده متر 200 بكتير، واشتبكت دقيقتين فوق المنصوره، اشتباك وهمي فوق المنصوره في الافتر. الكلام ده كان عاوزين ينفذوه بس لو قلبناه بالعكس يطلع على يافا. وكان التدريب مرتين في الاسبوع، بقى التدريب كنا على ترك التدريس، ومره تقريبا كل اسبوعين كل اسبوع ساعات على ترك وادي النطرون. وادي النطرون دي تدريبها انها كانت بتعدي نهر النيل عن هنا بتعدي قناه السويس، وبتوصل لوادي النطرون ده فيها كل الاهداف المعاديه، المطارات، المعدات، قواعد الصواريخ، كل الاهداف المعاديه كنا بنتمرن عليها في تدريب وادي النطرون. كان الروس بيقولوا لنا تعليمات الكتاب اقل من سرعه 450 الطياره تقع وما تقدرش تعمل بيها اي حركه مانوفر.
ودي منتهى الخطوره انك سرعتك تقل عن 450. احنا اتدربنا ان احنا كنا ممكن نطير بسرعه صفر. وصل التدريب للواء بان التشكيل بيخش ساعة ما اشوفه وقاعد على الارض بعمل صوت وشوار لغايه ما يمشي، يعمل 2 اتاك ويمشي. وصلنا الى 45-50 ثانيه. بيضرب موقع صواريخ فوق في 50 ثانيه ماكسيموم. ليس هناك شك في ان هذا العمل سيتم بكل نجاح. ايه يا فندم، رصدنا هدف واخد خط اسكندريه بورسعيد خارج المياه الاقليميه. بقاله نص ساعه في المسار ده واحنا متابعينه. تقديرك ايه يا شكري؟ تقديرنا طياره اطلاع امريكيه من الاصول السادس. وانت شايف ايه؟ انا عندي 4 طيارات في المظلات اقدر اطلعها احد 5 دقايق. لا اصبر شويه وهتصل بيك. تمام يا فندم، تمام. شكري اعترض الطياره ودمرها. تمام يا فندم، اوامر سيادتك. ايه يا فندم، اول ما حضرتك خلصت المكالمه اللي فاتت الطياره غيرت اتجاهها في اتجاه الشمال وبسرعه كبيره جدا. طيب كلمني لو عندك جديد. تمام يا فندم، تمام. مع السلامه. القوات الجويه الاسرائيليه تتفوق في لا ننكر ان مستوى تدريبهم عالي جدا. 2 طياراتهم متقدمه بفارق عننا، انه مثلا احنا بنتكلم في طيارات ميج 17 وسخوي وميج 21، وهم بيتكلموا في ميراج وسكاي هوك وفانتوم اللي هو بتقاس عياريا اعلى مننا. قارنا ما بين الطياره الفانتوم اللي كانت موجوده في ذلك الوقت في اسرائيل قبل 73 والطياره ال 21. الطياره الفانتوم مقارنه بالميج 21 الفرق رهيب. الطياره الفانتوم بتشيل قنابل 7 طن قنابل، عشان تضرب ضرب ارضي بتشيل 7 طن قنابل. الطياره الميج 20 بتشيل طن قنابل. لو قارنا الامكانيات اللي موجوده في الطياره زي الرادار مثلا، الطياره الفانتوم فيها رادار يشوف 280 ميل بمعنى 400 كيلو. الطياره ال 21 فيها رادار 20 كيلو. الطيار في ذلك الوقت وانا واحد منهم كنت بشوف على 30 كيلو. الطياره الفانتوم مدى بقائها في الجو تقعد حوالي 4 ساعات. الميج 20 تقعد في الجو ساعه، ساعه وربع، ساعه ونص ماكسيموم بالكتير. وبالرغم من كده احنا كنا بنتغلب على العدو وكنا بنخش في ارض العدو بندمر له معداته وحاجاته، لدرجه ان في خبراء لما جم وشافوا ازاي احنا بنتعامل مع الطيارات دي كانوا بيتعجبوا ازاي الناس دي قدرت تعمل بالطيارات دي الحاجات دي. هم ما يعرفوهاش، الناس اللي عاملينها ما يعرفوهاش، لكن احنا عملناها. انا كنت بتشرف ان لما الاقي زمايلي اللي بقوا زمايلي طلبت اللي انا علمتهم الطيران وفنون الحرب هم رايحين على المعركه والاشتباكات، وانا طاير بالإيل 29 شايف تلاميذي وطلبتي جنبي بيحاربوا. ساعة سين النهارده 1400. يا سادة النهارده الحرب
وهندي اليهود علقه موت، وهناخد طنة وطار مصر كلها. بجد يا فندم؟ الحرب اللي مستنيها بقالنا 6 سنين، طب احنا فينا بجد يا فندم؟ ايوه يا وحش، خلاص عجله الحرب دارت، مفيش اي حاجه في الدنيا هتقدر توقفها. هدوء، كل واحد يقف في مكانه يا حضرات. النهارده افطار يا وحوش، مش عاوز التهريج بتاع كام يوم اللي فاتوا. النهارده افطار بالامر. انا النهارده محتاج كل تركيزكم. موعد الاقلاع 1350 قدامكم من دلوقتي ساعه وربع، كله يبقى جاهز جوه طيارته في الدشم. هننفذ الخطه اللي بقالنا 3 سنين بنتدرب عليها، مفيش فيها اي تغيير، واهدافنا زي ما هي في اخر تلقين. في صور جديده جت في مكتب الاستطلاع تقدروا تطلعوا عليها. قائد التشكيلات يدوني التمام بعد ساعه ونص. انصراف. يا رجاله، عيون وقلوب شعب مصر كلها عليكم النهارده. نجاحكم في المهمه هو اللي هيحدد مصير الحرب كلها. في 100,000 عسكري واقفين على خط القناه من 6 سنين مستنيين اللحظه دي. نجاحهم في العبور او فشلهم انتوا اللي هتحددوه. وانا ما عنديش ادنى شك ولا 1 في المليون انكم هتنفذوا اللي اتدربنا عليه. وباذن الله زي ما هنطلع كلنا مع بعض هنرجع كلنا مع بعض. بالتوفيق يا رجاله. انصراف. بجد يا فندم؟ هنحارب؟ ايوه يا تلاوي، هنحارب، وانت ورجالتك هتحاربوا معانا بمجهودكم وتعبكم. الله اكبر. وبداية تجهيز العمليات كان لابد من نجهز مسرح العمليات التصويرية، وأنواع التصوير عندنا كان يا إما تصوير بالنظر، يا إما تصوير بالصور، يا إما تصوير إلكتروني. ابتدى الاستطلاع ب4 طيارات سخوي و4 طيارات 121 وتم تجهيزهم في ورش القوات الجوية المصرية بمعدات بدائية جدا، مجموعة كاميرات إنجليزية على مجموعة توصيلات روسية، وابتدينا نقوم بأداء قبل العمليات. طلب مننا تحقيق أهداف كتير جدا جدا، احنا اوريدي كنا حاصلين على معلومات عنها. فمعنى إن أنا عندي هدف معلوم وأدقق المعلومات عنه ده دليل على إن في عمل وشيء. ومن كتر الاهداف اللي موجوده كان بينبئك ان في عمل عسكري اكبر من العادي هيتعمل. عمليات ريد ليدر حلقه اولى جاهز طوارئ على اول الممر. روجر، ريد ليدر. روجر، عمليات اوفر. الأهداف بتاعتنا كانت مطارين اسمه ميليزيو تمادا، مركز قيادة الممرجم اللي هي مركز قيادة الجبهة الجنوبية كلها. الأهداف كانت بتاعت اللواء بتاعي كانت بطاريات الصواريخ فوق على طول الكفر. كنت أنا مسؤول ب3 أسرار في مصر وسر في سوريا على تأمين هذه المخارج. بنوجه ضربات الى مراكز القياده اللي تشيل الجهاز العصبي بتاعه، نوجه ضربات للمطارات اللي بتطلع طيارات ضد قواتنا، بنوجه ضربات لاي احتياطيات متقدمه من العمق،
ده كله في اطار الضربه الجويه. لتجهيز مصنع العمليات سافرت إلى المملكة العربية السعودية لدراسة أنبوب وهو وسيلة الدفاع الرئيسية لدى إسرائيل علشان نمنع الهيبة في مهاجمة أنبوب، وفعلا نجحنا في ذلك. وده بيسموه توب 3 روكت، يعني لو ماشي فوق الشجر يجيبك. الملاح للقائد، الهدف مش ظاهر خالص على الرادار يا فندم. ازاي يا حسين؟ هي المسافه كام على الهدف؟ احنا على مسافه 180 كيلو من الهدف، والاسرائيليين مش مشغلين اي رادارات ليهم في سيناء. يا حسين المسافه بقت كام دلوقتي؟ احنا على مسافه 160 كيلو من الهدف يا فندم، وسيناء كلها مظلمه قدامي. احنا دلوقتي في مدى موقعين هوك اسرائيلي، ممكن يفتحوا علينا النار في اي لحظه. لو الرادار ما اشتغلش هنعمل دوره كامله تجاه القاهره ونرجع تاني، يمكن يكون راداراتهم اشتغلت. انا مش ناوي ارجع بالصواريخ، ولو نسيت اخش بالطياره وبالصواريخ في مرجع. احنا في المدى المؤثر صواريخ هوك، اي صاروخ هيتضرب علينا اصابته مؤكده. انا بقترح ناخد اتجاه الشمال ونخرج من المدى المؤثر يا فندم. ثانية واحدة يا فندم، ثانية واحدة يا فندم. ظهر وعهد الله ظهر، الهدف ظهر قدامي يا فندم، وسينا كلها نورت قدامي، اليهود شغلوا راداراتهم، سينا نورت يا فندم. حجاج انت لقطت الاهداف عندك؟ ظاهرين قدامي دلوقتي يا فندم، والصواريخ مسكت الهدف وجاهزة للضرب. على بركة الله، بسم الله توكلت على الله. حجاج اضرب الصاروخ الأول والثاني بالترتيب. تأكد من نشانك يا حجاج. الصواريخ لقطت الهدف وسجلته يا فندم. النهارده هي اللي اطلقت اول طلقه في الحرب وكتبت اهم سطر في تاريخ مصر. شدوا حيلكم، امسكوا نفسكم كويس، العوده صعبه. اللي عايز يرمي حمولته ويشتبك يرمي حمولته ويشتبك. اللي عايز يكمل الهدف ينزل الارض ويزحف عليه لغايه الهدف.
خلاص يا فندم بقينا فوقيهم. برافو يا رجاله كملوا. انا داخل على مخزن وقود. صاروخ انضرب. بص يا عمر راسك ولعت. راسي عاطف. القاهرة يا رجالة. في أخبار في اللاسلكي يا هجرس؟ السرب كله رجع يا فندم. الحمد لله، السرب كله تمام. وباقي الأسرار؟ الدوشة جامدة جدا في اللاسلكي، مش عارف أحدد. لكن لسه في سرب فوق شرم الشيخ، والواضح إن هم مشتركين مع طيارات ثانية. راس نصراني مولعة يا فندم. الميجي 17 عاملة شغل زي الفل. انا اتصبت. الطيارة مولعة. صبحي يا صبحي. طيارتك مولعة يا صبحي. نط يا جدع انت. نط يا جدع. الكرسي مش شغال. انا شايف دشمه فيها 30 فانتوم على يميني. فانتوم ايه بس يا صبحي؟ نط يا صبحي، طيارتك هتنفجر في اي لحظه. نط يا صبحي. انا هدخل فيهم. يا مصر. الله اكبر. كده دفاع الجو بتاعنا هيبدا يضرب علينا. لازم اكون على اقل ارتفاع عشان دفاع جو القاهره ما يشوفنيش.
فندم انت بتعمل ايه؟ احنا كده هنعدي الموقف على بعض. هنشوف الممر ازاي على الارتفاع ده؟ مش محتاجين نشوف. طالما ركبنا فوق صلاح سالم يبقى اخر الشارع ده ممر 05 بتاع مطار القاهره. صلاح سالم؟ نزل العجل. الممر خلاص قدامنا. الممر ظهر. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها. شعور لا يوصف، شعور لا يوصف، يعني احنا كلنا كنا عايشين للحظة دي.